بسم الله الرحمن الرحيم، وألف الصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم يا مواصلي. واليوم أنا معاكم بالجزء الثاني من موضوع الخطبي اللي وثقه المؤرخ الموصلي أخوي أزهر العبيدي. حكينا بالحلقة السابقة عن المهر، واليوم أكمل الحكي مالتي وأقول المهر بالمدينة وبين العوائل المحتشمة ينصرف على جهاز العروس، اشتغلهم غيشات وأخشاب وحواس. بينما بالقرى والأرياف بعض الآباء يستلمون المهر يحطونه بجيبهم وكأنما كان باعولهم جيجي. أم الختن تطلب حجم الحلقة حتى تشتريها للعروس، والعادي كان يعطوهم حلقة الأماي أو يقدرون إصبع العروس بالخيط ويجيبوا لهم الخيط. ومن تجي الحلقة أم الختن تلبسها للعروس بإيد اليمين حتى تقلم للناس كوي هاي مخطوب يشيلوا عينكم عنا. والختن هم يلبس حلقة بإيده اليمين حتى النسوان لا يخلون عينهم علينا. كان يقولون عن موصل صغيري وأهل كلتهم عمك خالك، يعني هالعائلة وهالعائلة وأكثر العوائل الموجود بيناتهم نسابة وقرايب. بس همين أبو البنت من يخطبون بنته يروح يسأل جيرانه بالسوق عن اسم العائلة اللي تقدمت لهم، وهذا طبعا إذا كان العائلة اللي تقدمت لهم لا من الجيران ولا من القرايب. بقى بهذاك الوقت أبو البنت يريد يعرف نسبهم وأصلهم وفصلهم، ويريد همين يعرف الختن أش يشتغل وأشون سمعته بالسوق وأشون أسلوب تعامله مع الناس، وإذا كان مزوج قبل. ويشجع الأب أصدقائه ويقلب اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك. يعني لما واحد يختار الختن المليح البنته راح يكون واحد من أفراد العائلة، والنسيب يصير مثل ابنه يعيونه أيام السود وأيام الشدة. وأكو مثل بالموصل هم يقلك كون نسيب ولا تكون ابن عم. وبس تنعلن الخطبة مثل ما يقولون بهالأيام كنيها عبوة ناسفة وطقت بين النسوان والقرايب وبناتهم، وتشتغل الغيرة والحسد. وبالأخص إذا كانت العروس غريبة يعني ما من العائلة، وأكو بنات مستعدين للزواج بالعائلة ويبدون يابا يقصوها ويحكون عليها فقد حكي ما أنزل الله به من سلطان. عينيها شماقة مسقاقات أشوغة مع هالعالم داد أجالم خما عميو وما فسغوا ما غشعوا بيتهم الخربي. لا عشتوا علينا الحازم هذولي راح يأكلون غاسو. ليش ما جعل سالمة الوغداي إذا شالت إيده تغطيها البنت عقيلة خاتون، وحيفن على شباب السالم راح أخذ وحدي مقدمه. ومرات كوي حتى الختن همينه ما يخلص من هالحكي، يما هو همينه بسلامته ركبته أمه وما يطيق لا يحل ولا يشد. إيه هذا هو كان دغدسش ولقاله قبض كل من أخذ اللي يشبهه، يولي يما أشقده بعد البيعة كان قيل عبث بيل بالحضيرة. ويستمر هالقشب هذا حتى بعض الأحيان يؤدي إلى فسخ الخطبة. بس فسخ الخطبة همينه كان بها أسباب مختلفة. يعني مرات لمن عروس تريد لبيت وحدة وما تريد تعيش مع أهل الختن، ومرات لمن أم العروس ولا أم الختن مسيطرة على ابنه ولا على بنته وتتدخل بشغله، ومرات هي من الأرسام ما يتفاهمون بيناتهم. بس إذا الأمور مشيت بخير ويتفقون على يوم النيشان يتحضرون أهل العروس حتى يستقبلون أهل الختن والمعيزين، وتتحضر الأكل تم نقيسي ودولمة وعلي بخاري وكبب كبار وكبب صغار ومحلبية والبقلاوة
والشكرلبة والحجبادة وزنود الخاتون. وتبدأ الحفلة قبل الظهر. تجي أم الختن ومعاها الغسالي والدلالي والمغنية وأم النقاغة، وتقوم من الختن تقدم النيشان وتلبس العروس وصلي وصلي، تلبس القردانة والمنتشي وتخلي الزنادي وتخلي برجله حجل أبو 5 ليرات. لا يا أبا أشقد أخربط أنا، ما أبو 5 ليرات، أبو 5 ريرات. ومن تلتم اللمية يبدأ الدخ والرقص والغنى والهليهل لمن يصير وقت الغدوية. وبعد ما يلهفوها للغدوية ينشد حيلم ويرجعون على الدق والرقص من جدة وجديد، ويبدون يلزقون بالغيح والجي، ويمسكون أم الختن وجدته وعماته وخالاته، كل وحدة منهم تاخذ له فرة بالرقص، وبيده كفية تأشر بيها على العروس وتتحصر على أيام عرسها. وبهذه المناسبة جاب بالي حكاية للأستاذ حسب الله يحيى، دون أخوي أزهر بكتابه الجديد الحكايات الشعبية الموصلية. الحكاية تقول: كان ويا ما كان وعلى الله التكلان، وكل من عنده ذنب يقول التوبة واستغفر الله. كان أكو فغد مرة عنده فغد ولد، وكان مدلل، وكل ما تغشع بنت حلوة وكويسة تتمناها الابن المدلل. يقلك كانت تحبه كثير وتريد تعطينه كل شيء تملكه حتى يتزوج وينسعد. هاي المرأة فغد يوم فكرت تجاب بالك كل بنات القرايب، لكن ما عجبها ولا وحدة منهم، وغشعت ماكو وحدة بيهم تستاهل تصير مرأة الابن حمد الله يسلمه. قالت النفسة من جت ببالة عمشة بتعم حمد، أوي عشتو ما ظل علي إلا وسخ رجلي، والله داخذ له مرة ماكو منه. وكانت تعيد هالحكي والدول بينه قدام الجيران، والجيران يضحكون عليها وهي ما تعرف وفرحانة، لأنه هي راح تجيها كني تعيونه بأشغال البيت الكثيرة. فغد يوم جارت العجوز وصفت له بنت صفاتها كويسة ومن عائلة شريفة وحلوة وأم بيت وخاتون من الخويتين. الأماية همينة قبل تروح مع العجوز تخطبها، قامت لبست أحسن ما عنده من حواس، وشدت بغاسة بويمة سوداء حتى يقولون عليها خاتون وعقله يوزن بلد، والتفت بالعباية وخلت البوشية على وجهها. ايش صارت قطعة سوداء، وراحت على بيت البنت وأخذت معاها وحدة عجوز من قرايبها تفتهم بأمور الزواج. والعجوز اللي علمتهم على البنت وأخلاقها وحسنها، وبالطريقة ضحكوا على البنت ووصفوها من جديد، وكل وحدة قالت شيء. من وصلوا على بيت البنت اتمرحبوا بيهم أهل البنت كبيرهم وصغيرهم، والبنت الحلوة هم. بس أول ما عرفت هذول النسوان جودي يخطبوها اتعزعزت وفاتت على الأوضة وما قبلت تطلع. بس النسوان رجعوها هاكذ خطف، بيناتهم بين نفسهم قالوا دحقوا أشقد عاقلي وحبابة. استحت منه وفاتت على الأوضة. والله ماكو أحسن من هالبنت الحمد المدلل. أم البنت رجعتهم قتلين نفسهم على البنت، سألتهم أشنو شغل الولد الله يحفظه اللي قرير يناسبنا. غدت أمه وهي قد تتبسم وتتباهى: عيني بيده 7 صنايع، يندف قطن ويندف صوف ويمسك حياي ويدق تفوف، ومأذن على بناغة ومرصايت الله قبعتشي، يعمل القبع العتيق مع العهد الأصملي. الحد هوني أقللكم، كنا عدكم وجينا ولو كان بيتنا قضيب كان جبنا لكم حمل زبيب